استني بس، رايحة فين؟ دي مش طريقة عمل الكيك، ده انا النهاردة جاية اسهلها عليكي علشان هتعمليها كلها في خطوة واحدة. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف ادعولي دعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل، ويلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجه معايا كده هتجيبي بوله كبيره عندك وهتضيفي شويه توابل بسيطه جدا، منهم الملح والفلفل الاسود وكمان الكمون، وهتضيفي كمان رشه بسيطه من النعناع الجاف. عندك كمان 3 فصوص ثوم مهروسين، وكنت في الوقت دوت ضربه 3 بصلات كبار معاهم فلفلتين سبايسي كده بتدي طعم حلو قوي. هتضيفي كل المكونات دي مع بعض، وكمان هتكوني محضره 5 وحدات من الطماطم متقطعه بالشكل ده. انا مش عايزه هنا الطماطم تبقى مبشوره ولا مضروبه حتى في الكبه، انا عايزاكي تقطعيها بالشكل ده لانها بتدي مزازه حلوه جدا. ايديكي الحلوه كده وتفضلي كده تقلبي فيهم لحد لما تنزلي عصاره الطماطم خالص. في الوقت ده هتضيفي 4 معالق كبار من معجون الطماطم او صلصه الطماطم والخضره بتاعتنا النظيفه، وكمان هنضيف عليهم 2.5 كوباية من الرز المصري المغسول ومتجفف كويس جدا، ربع كوبايه من الزيت، وتقلبي تقلبتين وتحضري ورق العنب بتاعنا اللي احنا كنا خزناه قبل كده مع بعض. لو عايزين طريقه تخزين ورق العنب انزلوا حالا اكتبوني في الكومنتات وانا على طول هبعتها لكم. طيب المقطع ده من الفيديو هو مخصص للناس اللي لسه مبتدئه. لما بنيجي نحشي ورق العنب بنعمله على الوش اللي هو الخشن مش الناعم، يعني ورق العنب ليه وشين، خشن وناعم. احنا بنحشي على الوش الخشن وتقفلي عليه كويس جدا وما تحشوش رز كتير. دي الكميه كلها بعد ما خلصتها، وحاولي وانتي بتحشيه يبقى كده صوابع صغنونه عشان يبقى طعمه حلو، عشان قصدي يبقى شكله حلو ويتاكل على طول بسرعه. في الوقت ده بقى بتجيبي طاسه حلوه كده عندك، بتعملي ميكس بين الزبده والزيت وتستني لحد لما يسخنوا كويس جدا. فص من الثوم على الكباب الصيني على فلفل اسود وشويه ملح صغيرين. هتقلبي التومه، بس انا هنا مش عايزاها تاخد لون، انا يا دوبك عايزاها تدبل معايا. في الوقت ده كمان ببقى محضره اللحمه بتاعتي النهارده انا هستخدم لحمه بفتيك. طيب تقدروا تعملوا الوصفه دي بالفراخ او بصدور الفراخ، مفيش مشكله خالص، بس ما تجيبيش لحمه مكعبات اللي احنا بنطبخ بيها وتعملي بيها الوصفه دي، لان هي ممكن ما تستويش، او ممكن تسلقي اللحمه وبعد كده تعملي الخطوات اللي انا بعملها برضو مش هتقول لا. معلقه بسيطه خالص من الصويا صوص لو متاح وموجود عندك، بس يعني يا ريت لان هو بيدي طعم حلو جدا. تقليبه في التانية، ومش عايزاها تدخل على التسويه خالص، انا عايزاها تاخد لون بسيط وتبقى معاكم بالشكل ده. في الوقت ده انتوا هتشموا ريحه حلوه جدا. الله بقى على اختراعاتي بقى، وشوفوا بقى انا النهارده هعمل ايه. ولا هعملها في كيس حراري ولا في صينيه، ولا حتى هعملها في الحله. احنا النهارده هنعمل المحشي في طريقه جديده جدا. هتجيبي بقى قالب الكيك الحلو ده وتروحي كده عامله له طبقه حلوه من الزبده او السمنه، وترصي بقى هنا اللحمه البفتيك بتاعتك او صدور الفراخ اللي انت عاملاها او اللحمه المسلوقه زي ما قلنا اللي متاح عندك اعمليه. وبعدين تجيبي ورق العنب كله وهاتك يا رستي كده داير ما يدور زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط. الطريقه دي جديده ومختلفه، وكمان التسويه هتفرق معاكي جدا جدا في الطعم. بعد ما بخلص الكميه كلها في الوقت ده الفرن بتاعنا بيبقى شغال على درجه حراره 200، بس قبل ما تدخل الفرن بجيب بقى باقي الصوص اللي هو اتبقى من تسويه اللحمه، واضيف عليه 1.5 كوباية من المرقه تكون سخنه جدا جدا. المرقه طبعا يا جماعه كل ما كانت دسمه كل ما بتفرق معاكم في طعم المحشي والتسويه، بس اهم حاجه هنا المرقه تكون سخنه. يدخل الفرن على درجه حراره 200 على الرف الاوسط مده لا تقل عن 45 دقيقه. وتعالوا هنا نتكلم على الجمال والطعم والريحة. حقيقي اللي بوعدكم بيه ان طعم وتسوية ورق العنب في الفرن مختلف تماما عن تسوية ورق العنب في الحلة اللي احنا متعودين عليها. انا عايزاكم كلكم تجربوا الطريقة دي النهاردة. قد ايه اللحمة مستوية وطعمها حلو والتتبيلة حلوة قوي، كمان الرز مفلفل وجميل مع ورق العنب والورقه بورقتها، مفيش ولا صابع ورق عنب اتفك ولا الرزايه طلعت منه، التسويه ممتازه. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفه ان نشوتك حبيبتك بتقدم لك محتوى هادف شجعيها بلايك كتير وشير كتير، كمان اكتبوا لي في التعليقات كلام حلو كده عشان انا بحب الطاقه الايجابيه وبحب كلامكم الجميل، ولكم كمان بالمثل. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.